انت بتعمل ايه؟ تعالى اوريك حاجه. يا رب حتة جبنة نتسحر بيه. كفتة بالصلاة على النبي، كفتة شوف سبحان الله، عشان انت نيتك سلك نزل لك كفته بدل الجبنه. بالصلاة على النبي. يا رب كوباية مية نرطب بيها. كوبايه ميه بس؟ يا راجل انت متواضع قوي، اطلب حاجه ساقعه. رايب بالصلاة على النبي، رايب بالصلاة على النبي. لما لازم تكون على طبلية. القعده دي وراها حكم ومواعظ. قول لنا يا عم الحاج. ايه السر بقى في الطبلية؟ الطبلية دي بتحقق لنا ايه؟ ايه، ما بتوصلش كهرباء ولا بتعمل ايه بالظبط؟ بتحقق لنا التلامس. تلامس ايه يا عم الحاج؟ طب خليني معاك للاخر. بيبقى فيه تلامس ما بين الأسرة، شايفين التلامس؟ هو ده التلامس اللي انت تقصده؟ كنت هفهمك غلط. ماشي كمل. كله لامس بعضه. انت بتعلق فرع زينة يا عم الحاج. التلامس ده طبعا احمد ممكن حد يستغرب، وايه التلامس ده؟ انا من ساعة ما انت اتكلمت وانا بستغرب بصراحة. وضح اكتر. التلامس ده فيه شيء ايجابي غريب في تقوية العلاقة. يا عم الجو حر، هي ناقصة تلزيق. شيء غريب قوي في تقوية العلاقة. التلامس ده بيحقق حاجة مش طبيعية. انت بتقول اي كلام يا ابو صلاح، صح؟ بتقول اي كلام. بتحس ان فيه بيحس الانسان بالامان. انت هتخطب؟ قول حاجة مفيدة. وبالاطمئنان. يعني شايفين بنتي دهب وهي لمساني؟ شايفين حاطه ايديها ازاي؟ يا ابو صلاح المكان ضيق يعني مش قصة. حاسه بامان. شايفين والله الرباط؟ جاي مش انا على طول، حتى انتوا بتقعدوا تقولوا انتوا على طول حتى ايدك كده ليه؟ ما تلاقوش صعب اتنين يختلفوا هما متلامسين. مش عارف، نفسي اصدق بقك بصراحة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ صعب اتنين يختلفوا وهما متلامسين. التلامس ده بيجيب بركه. طيب لما اتجوز هبقى اشوف الموضوع ده، بس لو مفيش بركة هجيلك.